السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمران. إن شاء الله النهاردة هجاوبكم عن سؤال ناس كتير جدا سألتني عليه، وهو إزاي إن أنا أقدر ألاقي شغل للإمارات بس من خارج الإمارات. إن شاء الله بقى النهاردة هقول لكم يعني في إمكانية إن أنت تلاقي شغل للإمارات من خارج الإمارات ولا لأ. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. إن شاء الله أنا هتكلم في الحلقة النهاردة في أكتر من حاجة. اول حاجه قصتي اللي انا جيت هنا الامارات ازاي من مصر، عقد من مصر، ما جيتش ان انا زياره ودورت على شغل، انا جيت بعقد على طول. ممكن ان هي تفيد الشباب اللي هم الصغيرين في السن. هي قصه بسيطه واكيد اي حد جه هنا الامارات هتلاقي عنده قصص الواحد يقدر يستفاد منها. وتاني جزء في الفيديو هتكلم فيه ان شاء الله ايه الافضل، ان انا اجي هنا الامارات ادور على شغل ولا ان انا ادور على شغل وانا في بلدي. وتالت جزء في الفيديو هل ممكن فعلا ان انا الاقي شغل للامارات من خارج الامارات ولا لا، وايه الطرق. ده ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده. بس قبل ما ابتدي الفيديو ليه طلب بسيط جدا. لو فعلا لقيت ان انا بقدم محتوى وبيفيد الناس وان هو فادك، دوس لي لايك، لان اليوتيوب بيفهم ان كل ما زاد عدد اللايك في الفيديو ده معناتها ان هو فيديو كويس وبيبتدوا يعرضوا على ناس اكتر. ولو كمان بقى لسه ما عملتش اشتراك في القناه اعمل لي اشتراك ودعمني. واكيد زي اي حد كان نفسه ان هو يشتغل بره ونفسه ان هو يزود دخله او ان هو يعيش حياة كريمة. انا كنت شغال في شركة، وهي شركة برضو معروفة في مجال الكاستمر سيرفيس في مصر، هي شركة تيلي بيرفورمانس. المرتب بتاعي كان كويس ويدوب كان بيكفيني ان هو مصاريف الشخصية، ولو هحوش منه هحوش مبلغ بسيط جدا. فالصراحة حسيت ان انا لو قعدت كتير في مصر مش هقدر ان انا هكون مبلغ ان هو يأمنني مستقبلي. فعلشان كده ابتديت ان انا ادور على شغل خارج مصر. قدمت في اكتر من بلد زي مثلا الكويت بس ما حصلش نصيب. وبعد كده ابتديت ان انا اقدم على الامارات. طبعا في الفترة اللي انا كنت فيها دي ما كانش اليوتيوب قوي جدا او السوشيال ميديا قوية زي دلوقتي، وكان في ناس بتقدر ان هي تعمل فيديوهات تفيد الناس او ان هي توجهني على الاقل ازاي ان انا اقدم على شغل او ايه الوظائف اللي موجوده. لا، ما كانش الموضوع ده منتشر. ابتديت ان انا اعرف شركات هنا في الامارات واخش على الويب سايت بتاعهم واجيب الايميل من الويب سايت وابتدي ان انا ابعت لهم السي في بتاعي على الميل بتاعهم. بس الكلام ده كله وانا في مصر. طبعا انا قعدت في الفتره دي فتره طويله، يعني يمكن سنه، كنت كل يوم اجمع الايميلات دي واحطها في ستيك نوت، وتقريبا شبه يوميا نفضل ابعت لهم السي في بتاعي. هي الطريقه دي ما نجحتش معايا، يعني ان انا قعدت سنه ما عملتش فيها اي انترفيو ولا اي حاجه. بس انا كنت بحاول وكنت بسعى، وهي دي الطريقه اللي انا كنت اعرفها. يعني قدمت في كل الشركات اللي انا اعرفها عن طريق ده، بس كنت يوميا ان انا ابعت السي في وما كنتش بيأس، يعني كنت بعمل اللي عليا. فجت فرصه في الشركه بتاعتي ان كان في فرع هنا في دبي وكانوا عاوزين ناس، وصلت اللي هو الفاينل انترفيو، بس للاسف ربنا ما وفقنيش ورجعت البيت زعلان جدا. بس اول لما رجعت والله اول حاجه عملتها لما دخلت رحت جايب الايميلات كلها اللي عندي وابتديت ابعت لهم السي في برضه. تاني يوم المديره بتاعتي لقيتها بتكلمني بتقول لي تسافر دبي، في فرصه ان انت تسافر دبي. قلت لها خلاص انا معاكي. قالت لي بس في خلال 15 يوم هتسافر. وفعلا سافرت، يعني 18 يوم او اقل من 20 يوم. يعني حتى ما عملتش انترفيو ولا اي حاجه لان الشركه كانوا مستعجلين. وربنا كرمني وسافرت بعقد وانا في مصر لهنا الامارات. هو الشاهد او القصه اللي انا بقولها دي لان انا عملت اللي عليا وابتديت ان انا اسعى. يمكن ربنا ما وفقنيش في الطريقه اللي انا سعيت فيها، بس ربنا فتح لي رزق تاني او طريقه تانيه لان هو شافني ان انا بسعى. فدي نصيحتي لاي شاب: اسعى وقدم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ومليون مرة. طالما ان انت مش بتأذي حد او ان انت بتعمل اللي عليك، اسعى وهتلاقي ربنا والله فتح لك سكة انت ما كانتش في بالك وما كانش في حسبانك خالص ان انت تسافر بالطريقة دي. فانت اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. وهنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو ايه الافضل، ان انا اسافر الامارات وادور على شغل ولا ان انا من بلدي ادور على شغل للامارات. علشان اكون صريح معاكم، هو الافضل ان انت تكون هنا في الامارات تبتدي ان انت تدور على شغل. ليه ان انت تكون هنا افضل؟ اول حاجه لان الشركات هنا بيتعرض عليها سيفيهات كتيره جدا، وناس موجودين هنا في الامارات يقدروا ان هم يعملوا معاهم مقابلات فيس تو فيس، ويقدروا ان هم يعملوا لهم اختبارات كمان قبل ما يعينوها.
وتاني حاجة لو انت موجود هنا هيسهل اجراءات التعيين او التوظيف، بدل ما هم يجيبوا لك فيزة عمل مثلا ويجيبوك من بلدك، لا انت موجود هنا ويقدروا ان هم يشغلوك على طول. وكمان انت لما بتكون موجود هنا بيكون في حاجة اسمها اوبن داي. الاوبن داي ده بيكون شركات بتعمل حاجة اسمها ووك انترفيو، يعني ان انت بتروح للشركة وبتعمل انترفيو وبيعينوك، فدي طبعا بتكون ميزة اضافية لو انت موجود هنا. ونيجي لأهم جزء في الفيديو وطبعا الناس كلها مستنياه، هل ممكن فعلا ان انا الاقي شغل للامارات هنا بس من خارج الامارات؟ هو الاجابة تقدر ان انت تلاقي شغل للامارات هنا من خارج الامارات. في طريقتين ان انت تقدر تلاقي بيهم شغل. الطريقة الاولى الشركات العالمية، في شركات بيكون ليها اكتر من فرع، وكمان هتلاقي في فرع هنا في الامارات وفي فرع في بلدك، فتقدر ان انت تقدم في الشركات دي. والشركات دي اوقات بتهير هنا للامارات خارج الامارات لو لقيت السي في بتاعك كويس. وبالنسبه لمصر مثلا اشهر الشركات الموجوده شركه اسمها تاسك. شركه تاسك شركه عالميه موجود لها اكتر من فرع في السعوديه وفي مصر وفي الامارات. شركه تاسك اوقات كتيره جدا بتهير ناس من مصر سواء للسعوديه او للامارات، وانا اعرف ناس صحابي قدموا فيها وقدروا ان هم يجوا هنا الامارات على طول بعقد من غير ما يجوا زياره. وانا هسيب لكم برضو الويب سايت بتاعهم. والشركه الثانيه اللي هي الشركه اللي انا كنت شغال فيها شركه تيلي بيرفورمانس. واوقات شركه تيلي بيرفورمانس بتعمل فيكنسي للامارات لان ليها فرع هنا كبير جدا في الامارات، وبيطلبوا ناس من مصر ان هم يجوا هنا الامارات. وبرضه من الشركات اللي ليها فرع هنا وليها فرع في مصر هي شركه ساذرلاند. وانا اعرف ناس جم بعقد، بس الصراحه هم كانوا شغالين في ساذرلاند، فانا حاولت ان انا اتاكد هل هم ممكن يقبلوا ناس ما يكونوش شغالين في ساذرلاند ولا لا، بس ما لقيتش معلومه اكيده. وتقدر ان انت برضو تقدم على الويب سايت بتاعهم، هي شركه مقرها في اسكندريه. طبعا بالنسبه للشركات اللي انا قلتها ما بيكونش الفرص كتيره جدا زي شركات التوظيف، فالطريقه الثانيه ان انت تقدر تيجي بيها هنا وبيكون في فرص عمل كتيره جدا هي شركات التوظيف. بس انا بتكلم هنا على شركات توظيف مضمونه، وفعلا اعرف ناس جم هنا الامارات عن طريق الشركات دي. واول شركه من شركات التوظيف المضمونه جدا هي شركه المراكز العربيه للتوظيف. بقالها كتير جدا في مصر وبتعمل وظائف كتيره جدا، يعني تقريبا بشكل اسبوعي بتعمل وظائف للسعوديه والامارات، بس في الغالب بيكون الامارات نسبه كبيره جدا. واعرف ناس اشتغلوا عن طريق المراكز العربيه للتوظيف. ولو انت مثلا قدمت مره وما حصلش نصيب، ما تيأس، قدم مره فيها واثنين وثلاثه واربعه، لان هم تقريبا كل اسبوع بينزلوا فرصه عمل. وما تيأس، ما تعرفش نصيبك فين، يعني ممكن ان انت في مره من المرات ربنا يوفقك وتيجي هنا في الامارات، بدل ما تيجي زياره ويكون فيها ريسك قدم عن طريقهم ويمكن ربنا يكرمك وتلاقي شغل بعقد هنا على طول. تاني شركه توظيف مشهوره جدا وبقالها كتير جدا في مصر وناس كتير جدا بتشهد لها بالكفاءة اسمها شركة المجموعة الدولية للتوظيف. والشركة دي بتعمل توظيف للخليج مش بس الامارات، يعني الغالب بيكون السعودية وهتلاقي برضو الامارات واوقات بيكون الكويت. قدم عن طريقهم. طبعا لو انت مثلا عاوز تسافر بره مصر ولقيت شغل في السعودية برضو هيكون حاجة كويسة، لو سالري هيكون احسن او فرصة هتكون احسن، ربنا يوفقك. لقيت شركة توظيف مشهورة اسمها تراست للتوظيف. التراست برضو من شركات التوظيف المضمونة، وبرضو بتقدم وظائف للخليج ومنهم الامارات والسعودية، بس برضو بيكون السعودية شكل اكبر من الامارات. وبرضو من شركات التوظيف المشهورة اسمها المعالي للتوظيف، وفي ناس كتيرة جدا لقوا شغل في السعودية عن طريقهم، وبتقدم شغل برضو السعودية والامارات واكتر من بلد تقدر ان انت تقدم فيها وربنا يكرمك ان شاء الله. طبعا كل شركات التوظيف اللي انا قلتها دي هسيب لكم البيج بتاعتهم على الفيسبوك. كمان في حد انا متابعه اسمه اندرو، يعني حد ثقة جدا، كان منزل شركات توظيف كتيرة جدا ايميلات بتاعتهم، وكان بيتكلم ان الشركات دي ثقة جدا. فانا برضه هسيب لكم الايميلات بتاعتهم تقدروا ان انتوا تقدموا فيها السي في. زي ما قلت لكم ان انتوا حاولوا بكل الطرق ان انت تدوروا، يعني قدم في كل الشركات اللي انا قلتها شركات التوظيف مرة واثنين وثلاثة وما تيأس، وربنا يكرمكم ان شاء الله. ولو وصلت لغاية هنا ولسه ما عملتليش لايك، استأذنك تعمل لي لايك وكمان اشتراك في القناة، واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده. سلام.